اولا مبروك لجمهور اتحاد العاصمة على الفوز بالكونفدرالية. بطولة اكيد غالية، بطولة اكيد مهمة، يعني فرحة، ويعني ده بطولة قارية هتأهله كمان انه يلعب السوبر الافريقي. خليني ابارك لجمهور اتحاد العاصمة بصفة خاصة وللجمهور الجزائري بصفة عامة الفوز بهذا اللقب. مباراة كانت صعبة، مباراة ما كانتش سهلة. هتكلم دلوقتي عن المباراة واقول رأيي فيها، بس قبل ما نخش طبعا على نتكلم عن المباراة، لايك مهم في انتشار الحلقة وشير للحلقة. اللايك بيزود فرصنا من الظهور، ما تبخلش علينا وقول لي رأيك في الكومنتات في الأداء النهاردة. اولا مباراة كانت صعبة وصعب قوي، واتصعبت اكتر باحراز هدف من ضربة جزاء لما الحكم حسب ضربة جزاء، واحراز هدف ليانج افريكانز في حوالي اول ربع ساعة. الامور اتصعبت، بس نتيجة الذهاب لما تكسب بره ارضك 2-1 فالامور بتبقى سلسة واسهل، لكن الامور صعبت باحراز الهدف. والشوط الاول مع وجود جمهور عظيم زي جمهور اتحاد العاصمه، والدخله اللي كانت يعني عجباني قوي، والجمهور والاجواء، انا بقيت اقول يا رب الجمهور ده ما يروحش زعلان. وبالفعل الشوط الاول خلص 1-0. الشوط الثاني ما كانش افضل ليانك افريكانز ولا كان افضل اتحاد العاصمه، بس جالهم ضربه جزاء. خلاص يا جماعه، ايوه ضربه الجزاء كده كده. يانج افريكانز كان عايز يسجل الثاني، يا اما ياخد البطوله يا اما يعادل ويبقى 2-1 في حاله ان اتحاد العاصمه جاب ضربه الجزاء. لكن دخل بالعيد ضيع ضربه الجزاء. الواحد كان خايف من سكريبتات كرة القدم ان في وسط ما جالك ضربة جزاء عشان تأمن على الاقل لو اتغلبت 2-1 انك تروح لضربات جزاء او وقت اضافي. لا ده انت ضيعتها. الواحد بقى، انا مش يعني مش جزائري ولا من جمهور اتحاد العاصمة، بس الواحد حط نفسه مكان جمهور اتحاد العاصمة. ده ممكن سكريبتات كرة القدم بتقول اللي ده بيقبل يخش فيهم جون في اخر ربع ساعة ولا في اخر 5 دقايق ولا في اخر كام دقيقة. لا يعني الجمهور ده اللي مالي الاستاد بالمنظر ده، يعني ربنا يكون في عونهم. الحكم على فكرة ما كانش وحش. الملعب الدنيا كانت بتشتي، يانج افريكانز لعبوا مباراة كويسة. انا حاسس ان اتحاد العاصمه ما كانش فايق، بالذات في الشوط الاول، لحد ما يعني هم في بدايه الشوط لغايه الشوط الاول ما خلص اللي ما جاش اتحاد العاصمه فعلا ما جاش. ولكن القدر كان رحيم الحمد لله على ضياع ضربه جزاء. كنا خايف طبعا، اكيد جمهور اتحاد العاصمه كان خايف من سكريبتات كره القدم، بس ربنا سترها. فمباراه استحقها اتحاد العاصمه البطوله. ما اقدرش اقول انه ما استحقش، لا يستحق البطوله. انا كسبت بره ارضي 2-1، فطبيعي ان اكسب على ارضي البطوله. واحد الف ب. بس يعني المباراه وظروفها كانت مش سهله، بس ارجع اقول لك مبروك، وخدتوا البطوله عن جداره واستحقاق. وهتلعبوا السوبر مع الاهلي مع الوداد، لسه ده اللي هنعرفه وان شاء الله. اتمنى فوز الاهلي بكره. قولوا رايكم في الكومنتات. مبروك لكل الجمهور الجزائري، انجاز قاري يحسب للجزائر ولاتحاد العاصمه بصفه خاصه. شكرا على المتابعه ودمتم في امان الله. السلام.